عسلامة الناس الكل. اليوم حبيت نحكي معاكم في موضوع آخر، واللي هو الصبر. باه، الصبر هو راه ماهوش خيار. الصبر هو ضرورة. كيفاش الصبر ضرورة؟ في الحياة هذه يا تتعلم بإرادتك، يا الحياة هذه مش تعلمك، ومش تعلمك بالقوة. الصبر بالطبيعة نحكيو هنا. هو شنو معناتها الصبر؟ الصبر هو انك كيف يصير لك موقف نقولو ماهوش فافورابل، موقف خايب، خسرت حد في حياتك، مرضت، ما تعداش المشروع متاعك، تصبر، تقبلك الخيبة الأمل هذيك والمشاعر الخايبة الكل هذيك، تقبلها وتكمل القدام. الحياة هذيا ما تعطيناش ديما اللي نحبه. برشا أوقات ترفضك وتغلطك وتوجعك زاد. هنا يجي الدور متاع الصبر. هنا لازمك تستعمل الصبر. لكن إذا كان أنت ما تعلمتش تصبر وحدك، الحياة مش تعلمك بالقوة، بالخذلان، بالخسارات، بالناس اللي ما تقفش معك. انت كنت متوقع لي العباد مش تجي معك وتقف معك ويفرشوا لك فرش حريرك او يبنوا بيك شوية، مش يقف معك حد. تلقى روحك وحدك تواجه في الخسارة ذيك. وقتها انت والصبر متاعك مش تقعد. الصبر هو مش سكوت على انك على السيتوياسيون اللي انت فيها. الصبر هو انك تقبل، تقبل شنو صار. اللي صار صار تو، نقبله وناخذ القرار اللي بعده، القرار اللي مش يخليني نقدم في حياتي، احسن قرار يعاوني باش نوصل. شوف هما زوز، نحكي ناخدو زوز اكزومبلوات. اكزومبل متاع عبد صار له موقف خايب وما صبرش، ما صبرش، هبل في مخه، ولا يعمل في دي ديسيزيون غالطين، ولا نقم على العباد، معناتها توجه لحاجات خايبة كيما كيما الشرب والمخدرات، ولا مدمن. هذا إنسان ما صبرش على اللي صار له. شفتوا الحياة كيفاش زادت كملت عليه. مش تعلموا الصبر بالقوة ذاك. هو لا يزي صار له الموقف هذاك الخايب، لا يزي هو كمل على روحه بقلة الصبر متاعه، كمل على روحه إدمان ومشاكل مع العباد، ويمكن جاب لروحه مصايب أخرى جوست على جالو ما صبرش. بينما ناخذ العبد الآخر، الإنسان الآخر اللي صبر، صارت له مصيبة قال الله غالب، اللي صار صار تو، نحاولوا نقدموا ونعملوا ما خير. العبد هذاك مش ياخذ ديسيزيون صحيحة. صحيح هو حس نفس الوجاعة ونفس الألم اللي عاشه نفس العبد الآخر، أما الحاجة اللي تفرق هو شنو عمل من بعد. تفهم فيها؟ الحاجة اللي تفرق هو شنو تعمل من بعد الموقف هذاك. وأحسن حاجة تعملها أنك تكون إنسان رزين، تحاول تاخذ القرار الصحيح، تخمم بمخك مش بمشاعرك، متسبقش مشاعرك. عمرك ما تسبق مشاعرك في الدنيا دي. المشاعر هما أكثر حاجة يهزوك للهاوية. دونك خمم بمخك. بالوقت مش تتعلم الصبر هكا. هو كي سكيل تتعلمه بالوقت، والنتيجة مش تكبر، مش تكون إنسان أرزل، مش تتبدل، مش تتعامل مع المواقف الخايبة بطريقة أحسن المرة الجاية. دونك في الآخر الحاجة اللي نحبك تخرج بها بالفيديو هذا، تعلم تصبر. تعلم تصبر، ما كانش الحياة مش تعلمك بالقوة. والسلام عليكم.